اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. انا حمدي صالح وفيديو جديد. مبدئيا كده مفيش قاعده معينه اقدر ان انا امشي عليها. ممكن اعمل الجبسن بورد الاول، ممكن اعمل البلاط الاول. طيب لو انا هعمل جبس بلدي يبقى اعمل جبس بلدي الاول ولا السيراميك الاول او البورسلين او ايا كان اللي يركب في الارضيات عندي ايه. خلينا في الجبسن بورد الاول. لو انا هعمل جبسن بورد مش شرط اعمل قبل البلاط او بعد البلاط. لو هعمل قبل البلاط مفيش اي مشاكل عادي، ولو بعد البلاط المطلوب ان انا اكون عامله عشان ابلط. لو انا هعمل الجبسن بورد بعد البلاط المفروض ان انا اكون معرف الكهربائي كل التفاصيل، بحيث ان هو عارف ان انا هعمل جبسن بورد هنا وهنا وهنا، والاماكن ابتدي ان انا احددها له عشان يجهز كل كابلاته وخراطيمه وكل حاجه، بحيث بعد البلاط ما يجيش يقول لي انا كنت محتاج المفروض ان انا امشي حاجه تحت البلاط ده. تمام. لو كل حاجه تمام تقدر ان انت تعمل جبسن بورد بعد البلاط. قبل البلاط مش هتفرق، المهم الكهربائي يكون مجهز كل حاجه. هي دي النقطه بس اللي انا حابب اوضحها في الموضوع ده. طيب ولو بالنسبه للجبس البلدي ايه الافضل ان انا اعمل الاول ولا لا؟ الافضل ان انا اعمل قبل البلاط طبعا في الجبس البلدي، لان بيبقى فيه هالك كتير جدا، فده هيبهدل الدنيا معايا خالص سواء بورسلين او بلاط او ايا كان. فلو انت هتعمل جبس بلدي اعمل الجبس البلدي الاول، ولكن احذر انك كل الشقه تنضفها جدا 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 قبل البلاط او قبل السيراميك او قبل البورسلين ايا كان اللي هيركب ايه بالظبط، لان الجبس اللي هيبقى موجود تحت ده مع الوقت ومع الميه هينفخ ويطرقع ويبتدي البلاط او البورسلين يهبط معايا. فحذاري تنظف الارضيات جدا 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 لو هتعمل جبس بلدي. ولو هتعمل جبسن بورد مش هتفرق قبل السيراميك او بعد السيراميك. ولو هتعمل جبس بلدي المفروض ان هو يبقى قبل السيراميك، ده الافضل طبعا. لان لو حضرتك سيرامكت وجيت بعد كده هو جه يشتغل هيبهدل البلاط جدا. فلو جبسن بورد مش هيفرق قبل او بعد، المهم ان الكهربائي يكون مجهز وعامل حسابه. ولو جبس بلدي يكون افضل طبعا ان هو يبقى قبل البلاط او قبل السيراميك وتنضف كويس جدا جدا. ولكن في حاجه بقى تانية حابب اقولها. لو انا هعمل جبسن بورد وحابب اركن الجبسن بورد ده فتره طويله جدا، المفروض ان انا اجهز كل حاجه. يعني انا امعجن واحط ميتال وشاش وكل حاجه ومعجن، واجيب الكهربائي يجهز شغله وكل التفاصيل ويفتح سبوتات وكل حاجه، وادي سيلر واجهز كل حاجه على الوش النهائي. وبعد كده اقدر ان انا اسيب الجبس ده لفتره طويله. سريعا كده هو ده كان فيديو النهارده. ما تنساش لايك وسبسكرايب لدعمنا، وتنزل تحت في الديسكربشن هتلاقي فيديوز كتير جدا. ولو في اي استفسار ممكن تقوله تحت في الكومنت وهرد عليك ان شاء الله. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.